السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة ان شاء الله هشوي معاكم فرخة في الفرن بالمكنة بتاعة الفرن يا جماعة، اللي بتقعد تلف كده في الفرن من جوه بالمقادير اللي احنا عارفينها. طبعا الفرخة هجيب فرخة كيلو ونص او 2 كيلو الا ربع، حاجة زي كده يعني، ممكن 2 كيلو عادي يعني. وده بصل، توم، قرن فلفل بارد على قرن فلفل حامي على طماطمية، وده يا بنات ليمونتين متقشرين ومتقطعين زي ما انتم شايفين كده، هما بحالهم كده. والتوابل بتاعتنا ملح وصوص الباربيكيو اهو، وفلفل اسود، فلفل اسود يا جماعه، وكمان كزبره، زعتر، 7 بهارات، حبهان بودر، وهنا البابريكا. وده اختياري، لا اما مرقه دجاج، لا اما البتاع ده توابل فراخ، او ممكن نستغنى عن الاتنين بدل احنا عندنا 7 بهارات. ده كل حاجه. وطبعا ايه هنجيب ده كله ونضربه في الايه، في الكبه. نجيب الكبه اهي، بسم الله، نفضي كل حاجه في الكبه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. والليمون اهو كله في الكبه كده، وهنحط زيت بس مش دلوقتي. وهنا فلفل اسود، وهنا كزبره، معلقه كزبره اهي. طبعا يا جماعه التوابل اللي احنا عايزينها بنحطها عادي، مفيش اختلاف على التوابل. اهم حاجه الفلفل الاسود والملح. التوابل دي براحتك فيها، العب بقى براحتك بقى. الزعتر بيخلي ريحتها حلوه قوي. ده الزعتر اهو، حط معلقتين صغيرين اهو. ودي معلقه 7 بهارات اهي. وده حبهان، زي ما قلنا ده اختياري، مكعب المرق الدجاج ده اختياري اهو. معلقه صوص الباربيكيو اهو. وهنا الملح، معلقتين ملح او حسب ما انت عاوز. طبعا هنضيف الزيت ده، بس مش دلوقتي، لما اضرب الحاجات دي الاول في الكبه. هضربها وارجع لكم. وده يا جماعه ضربنا المكونات كلها اهي في الكبه اهي لما نعناها. وبعد كده هنجيب الزيت اهو، بسم الله، بس مش كتير، ربع كوبايه. وخل بس احنا ايه يعني استكفى بالليمون اللي احنا حطيناه، بس لو في خل نحط عادي معلقتين، مش حكايه. ونقلب الخليط ده كويس قوي مع بعضه كده، ونجري الفرخه نفتحها من جوه كده يا جماعه عشان الخليط يبقى داخل في كل حته فيها. انا جبت السكينه ومن جوه كده خرمتها. بعد كده نسمي الله بسم الله، ونبتدي ان احنا ايه نتبلها الاول من جوه. هقفلها كده في المؤخره بتاعتها كده، زي ما احنا نتبلها نكمل. كل الخلطه هنزلها عليه، انا عايزه كل حته فيها تتبل. ونسيبها يا جماعه تتنقع في التتبيله دي مش اقل من ساعتين. لو بالليل طبعا يكون احسن كتير يعني، لو هنعملها من بالليل. عملناها الصبح زي حالاتي كده، يبقى نسيبها حوالي 2 3 ساعات، اقل حاجه ساعتين. نسيبها تتنقع في التتبيله الجميله دي، وبعد كده هنرجع هنشوف مع بعض هنعمل ايه.
اهو. نسيبها نغطيها بستريتش راب ونسيبها في التلاجة تتنقع لمدة على الاقل خالص زي ما قلت لكم ساعتين 2، وبعد كده هنرجع مع بعض. وده يا جماعه بعد ما سيبناها اتبلت كويس قوي لمده ساعتين زي ما اتفقنا. هجيب السيخ بتاع الفرن اهو. هقول بسم الله. دخله فيها كده وادخل البتاعه دي، دخلها فيها كده كويس قوي عشان اتحكم فيها اهي. هجيب التانية اهي، هدخلها زي ما انتم شايفين كده، ادخلها كويس قوي كده واقوم رابطه المسمار عشان ايه، وهتاكد برضو ان المسمار مربوط من هنا برضو. بربط المسمار كويس قوي يا جماعه. لما الفرخه تلف كده تبقى متحكمه في نفسها. وده هعملها دلوقتي بخله سنان، بس انا التتبيله الجميله دي هدخلها جوه عشان تبقى تستوي وتتاكل مع الفرخه اهي. اهي ادخلها كلها جوه اهي. هجيب خلة سنان يا جماعه اهي، هعمل الجناحين ده كده. هي عشان طريقه اصلا هتدخل بسهوله يعني. اهي الناحيه التانيه برضو كمان اهي مسكت وبقت قمر. خلاص هاخدها على الفرن دلوقتي وهوريها لكم وهي في الفرن. تمام دقيقه اهي يا بنات، عملت تشوي في الفرن اهي على الشوايه بس اهي، مشغله الشوايه وحتى الفرخه اهي عمال تلف اهي، وحاطه تحت منها صينيه علشان لما تنزل اي حاجه اهي. الصينيه اهي، صينيه تحت اهي، واسيبها تتشوي كده. معلش المكان ضيق مش عارفه اصور كويس، بس اهي انا حاولت ان انا اصور اي حاجه كده عشان تشوفوا. بص اهي عمال تلف اهي، عمال بتلف اهي كويس، وتحت منها الصينيه ومولعه الشوايه بس، الشوايه بس اللي مولعاها. هتقعد تلف بقى وتستوي مع نفسها. هوريها لكم ان شاء الله خطوه خطوه باذن الله. اهو يا بنات لسه مطلعاها حالا من الفرن. معلش انا كنت عايزه اصور لكم والله وهي بتتشوي يعني كل لحظه يعني بلحظتها، بس عندي المكان ضيق جدا، مش عارفه اتمكن. بس هو زي ما انا قلت لكم نحطها على البتاع على الشوايه بس من غير الفرن. هتقعد ساعه ونص او ساعتين بالكتير وتطلع كده زي ما انتوا حضراتكم شايفين اهو، قمر قمر كده ومستويه. بصوا عسل. اللحم دايب دوب. انا لسه والله مش شلتها من البتاع بتاعها، عايزه اشيلها معاكم اهي. فك البتاع كده، هي سخنه كمان اهي، مش عارفه امسكها، بس لازم امسكها معاكم. بسم الله اهي طلعتها اهي اهي مولعه نار اهي. وده الصينيه اللي كان تحتها، دي اللي كان تحتها بتنزل فيها اي حاجه بتنزلها فيها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم
اقعدي بقى. اهي جميله قوي ما شاء الله تبارك الله، مستويه وقمر جدا تبارك الله. اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، ومن على وشها كمان جميله قوي اهي، ومستويه ولحمها ده يدوب والله يا بنات. بصوا 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 اهو، قمر قمر ما شاء الله تبارك الله. الف هنا وشفا على قلبك يا رب لكل اللي يعملها. لو عجبكم الفيديو بنات لايك وشير، ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل اي حاجه انا بنزلها يعني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.